بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة الرياضيون العرب من الوطن العربي الكبير متابعين عبر شاشة ERT سبورت، هذه تحياتي عبد الله مبارك الحربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي وإياكم في الساحل الغربي من المملكة العربية السعودية بمدينة جدة. المواجهة بين الاتحاد والهلال، مواجهة ربما أثارها الإعلام في الأسبوع الماضي منذ أن أتى الخبر اليقين من لجنة الانضباط في نقل مباراة الهلال الإياب من ملعب في الرياض إلى ملعب جدة. من هنا انطلقت الشرارة في المباراة، لذلك تبدأ الشرارة من عند الدقيقة الأولى من 90 دقيقة في مواجهة الذهاب بين الاتحاد الهلال اللي يقودها حكم المباراة الأسباني السيد برناردينو فاسكيز غونزاليز. مباراة منتظرة، مباراة ينتظرها الشارع الرياضي السعودي، بل أتحدث عن الشارع الرياضي الخليجي ومن ثم أتكلم عن الشارع الرياضي العربي الذي يتحرى وينتظر لهذه المواجهة، لهذا الكلاسيكو الكبير، للمواجهة بين الاتحاد والهلال. آخر مباريات الفريقين كان فيها لغة الحسم، كان البطل الهلال ببطولة الدوري هدف دون مقابل على هذا الملعب. الليلة ليلة الانتقام، الليلة ليلة رد الاعتبار بالنسبة للاتحاديين، في حين الهلال تأكيدها هلالية من خلال هذه المواجهة، من خلال هذه المباراة. الاتحاد يدخل بتشكيل مكون كما هو واضح على الشاشة ليصير الانتهاء في حراسة المرمى. رباع الدفاع صالح الصقري من اليسار، حمد المنتشري وأسامة المولد في قلب الدفاع، أحمد الدوخي على الجهة اليمين. في الارتكاز الدفاعي وسط الميدان سعود كريري، على يمين محمد نور، مناف بوشقير على يساره، ومحمد أمين يجي قدام محمد نور في التشكيل الاتحادي، إضافة إلى أندرسون سيماسي تشيكو خلف المهاجم الوحيد في هذه المباراة الحسن كيتا، باعتبار غياب القناص البرازيلي المغناطيس البرازيلي ميغنو ألفيس. من جانب الهلال في تشكيلة بهذه المباراة محمد الدعيع في المرمى، رباع الدفاع من اليسار إلى اليمين عبد الله السوري، ماجد المرشدي، مارسيليو تافاريس، خالد العنقري. في وسط الميدان سعد الدياب، الخضران، عمر الغامدي وأحمد الفريدي، خلف ياسر القحطاني المهاجم الوحيد في الفريق الهلالي. محمد الدعيع يتوجه إلى حكم المباراة السيد برناردينو فاسكيز غونزاليز لقرعة البداية، هو تيسير الانتيب في حراسة المرمى الاتحادية، لكن قيادة الفريق الاتحادي موجودة عند فارس الميدان محمد نور. حكم المباراة الإسباني برناردينو فاسكيز غونزاليز العام الماضي قدم مباراة الأهلي الاتحاد على نهائي مسابقة الأمير فيصل بن فهد في الموسم الماضي، طرد فيها مصطفى ملائكة ومناف بوشقير في المباراة اللي انتهت 3-0 لمصلحة الفريق الأهلاوي. أبرز المباريات له في إسبانيا الكلاسيكو الإسباني الريال والبارسا، وكذلك نهائي كأس إسبانيا بين إشبيلية وختافي موسم 2006 و2007. ترى حتى عند طرد لصامويل إيتو نال على الكرت الأحمر من غونزاليز. إذا الحكم من الحكام الصارمين اللي حضروا للمملكة العربية السعودية. أتحدث أيضا بعيد عن الحكام في هذه المباراة، قوة أمن المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة مكة المكرمة اللي عملت كافة التجهيزات لهذه المباراة، كافة التجهيزات من أجل حفظ وحماية طبعا الجماهير من خلال هذه المواجهات في المدرج على جنبات ملعب الأمير عبد الله الفيصل. إذا العروس عروس البحر الأحمر، ليلة جدة ليلة غير، في جدة غير. هذا هو الجمهور الهلالي اللي يحتفي بفريقه في هذه المباراة. على الجانب الآخر الجمهور الاتحادي يحفز فريقه للانتصار في هذه المباراة. قرعة البداية، الدعيع دائما ما يبحث عن المرمى اللي على يسار السادة المشاهدين الكرام، على اعتبار أنه يحضر في شوط المباراة الثاني بعيدا عن الجماهير الاتحادية. أول من نزل إلى أرضية الملعب في هذه المباراة كان كوزمين أولاريو مدرب الفريق الهلالي، المدرب الروماني، هو أول من حضر إلى أرضية الملعب من الفريقين. الليلة على غير العادة، الدعيع يروح إلى المرمى اليمين على يمين السادة المشاهدين الكرام، في حين تيسير الانتيف ونور يذهبون إلى يسارهم الفريق الاتحادي. إذا الاتحاد بالفانيلا الصفراء المقلمة بالأسود على يسار السادة المشاهدين الكرام، الهلال بشعار المعروف الأزرق واللي يجي باللون الأبيض على يمين السادة المشاهدين الكرام. في
في انتظار لمواجهة ال90 دقيقة، في انتظار لإثارة الكرة السعودية، في انتظار للمواجهة التي سرقت أعين الجميع في السنوات الماضية ولا زالت كذلك من خلال هذه السنوات. السيد غونزاليز ننتظر شارة البداية من جانبه، والكل يتابع والكل يتحفز والكل يترقب والجميع ينتظر لمواجهة ال90 دقيقة لمباراة الكلاسيكو في الكرة. الركلة الحرة المباشرة للاتحادية عند حمد المنتشري، المنتشري يلعب كرة لمصلحة محمد أمين، أمين يمشي في محاولة ويصوب، لكن كرة أمين تطلع إلى خارج أرض الملعب، تمشي ركلة مرمى. هذه بداية المباراة، هذه بداية الإثارة في المباراة. كرة محمد أمين اليسارية في المدرب الهلالي اللي حضر لهم في عام 96 السيد هانخيم الهولندي اللي ما يحرك ساكن. هذه كرة للقحطاني، الله كان ممكن بنفس اللسعة بنفس الكاس اللي شرب الاتحاد في كرة بالراس. شوف الله ياسر القحطاني ما تغفل عنه ولا لحظة، ما تغفل عن ياسر القحطاني ولا لحظة. لاعب حاسم لاعب قناص، يشوف له كرة داخل المنطقة ما عنده استعداد يتردد ولا ثانية في الكرة. كرة اللعب طويلة للحسن كيتا مرت كرة لمحمد أمين حاول يعدي لكن كرة محمد أمين تنقطع، راحت من تشيكو على الجهة اليمين. محمد نور في محاولة يمر نور ويصلح كرة لمحمد أمين، في ضغط على حامل الكرة. هذا يبدو لي اسلوب هلالي في المباراة، البريسنج على حامل الكرة لسعود كريري. الله شوف سعود كريري في تصويبه على طول الدعية. العملاق الهلالي سيد حراس آسيا يطلع كرة لخارج أرض الملعب، إلى خارج أرض الملعب، الكرة تطلع وتمر ضربة زاوية في مصلحة الاتحاد. ركلة ركنية لصالح الاتحاد على يسار محمد الداعية. الكل يتابع والكل يشوف، ولا شك ان المباراة بدأت تمشي في لحظات الإثارة، بدأت تمشي للحظات المطلوبة، للحظات المرغوبة اللي يتمناها المشاهد. هنا بداها القحطاني وهناك كمل عليها سعود كريري في لحظات إعلان الإثارة لهذه المباراة. ضربة زاوية لمصلحة الاتحاد، ركلة ركنية في صالح الاتحاد على يسار محمد الدعيع. نتابع ضربة زاوية، كرة اللعب عرضية وبالراس تمشي مرة ثانية. تشيكو يعملها عرضية، كرة خطيرة بالراس تتردد داخل المنطقة. تفريس يطلع الكرة تمشي لليسار. حمد المنتشري يعدي ويلعب كرة عرضية تنقطع، مرت لصالح ملف وبشقير لعب له كرة سقطة تنقطع وتصويبه إلى خارج أرض الملعب. رمية جانبية الكرة تعدي لصالح الاتحاد. ولعها برناردينيو غونزاليز، ضربة جزاء لصالح الاتحاد. جمهور الاتحاد كله سعيد في الثواني اللي جاية، في الثواني القادمة. شوف كرة الحسن كيتا، حاول فيها كيتا والدخول من مارسيليو تفاريس. ضربة جزاء تفاريس اللي قاد الدفاع الهلالي احسن قيادة في هذا الموسم يتسبب بضربة جزاء. محمد نور والدعيع وجه الوجه، نور ولا الدعيع. ضربة جزاء فارس الميدان قدام سيد حراس آسيا، نور والدعيع. وانتظار للإسباني، انتظار لبرناردينيو غونزاليز اللي يعطي توجيهاته للاعبين قبل الوصول للتصويب من محمد نور في ثواني تعدي للثلث ساعة الأولى من المباراة. محمد نور يمشي، جول أول أهداف الاتحاد، فارس الميدان محمد نور
يقول الكلمة الآن نور قائد النمور، نمر النمور محمد نور يسجل أول أهداف الاتحاد. 1-0 1-0 1-0. الاتحاد يمشي في الهدف الأول بالمباراة، الاتحاد يمشي في أول هدف المباراة. ضربة جزاء تحكم بالتقدم الاتحادي. كرة اللعب ياسر القحطاني حاول يوصلها، تنقطع من تشيكو، الكرة تمر في اليمين أحمد الدوخي لاعبها لمحمد نور، الكرة عدت قدام نور إلى خارج أرض الملعب. مرت رمية جانبية. كالديرون المدرب الأرجنتيني سعيد بلحظته. تشيكو يصلح كرة بوسط الملعب، الدينامو في وسط الملعب الاتحادي. تشيكو يحاول يعدي في كرة، الكرة تنقطع. مارسيليو تافاريز لعب كرة طويلة يا ولد، وسام المولد في رقابة ممتازة جدا عند خط الدفاع الاتحادي. الكرة تلعب لسعود كريري يلعب كرة بالجهة اليمين. الجمهور الاتحادي خلاص، الجمهور الاتحادي رقص